السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة. النهاردة جايين نتكلم عن برنامج بولت. البرنامج ده لسه شغال جديد. في الحقيقة في شوية حاجات كويسة تخلوك تشتغل عليه، زي ان هو تسعيرته كويسة، وده لانه ما كانش بياخد نسبة، بس دلوقتي بقى ياخد نسبة 15%، ولكن نقدر نقول بعد النسبة برضو تسعيرته معقولة. تاني حاجة، البرنامج بيعمل لك بونص يومي، بيشجع الكباتن ان هي تفتح البرنامج، ليه طبعا هو لسه جديد وعاوز يكون في مصداقية بينه وبين العميل، ان العميل يطلب ويلاقي عربية. كمان عامل لك اللي هي العروض بتاعة دعوة الترشيح. ولكن في عيب خطير يخليك مش بس ما تشتغلش عليه، لا ده يخليك تمسح البرنامج اصلا من عندك في الموبايل. وانا واحد من الناس كنت شغال عليه اول اسبوع، بعد كده لما لقيت فيه مشاكل في التحويلات بدأت اقفله او اركنه على جنب ما اشتغلش عليه. لان طبعا مش بعد ما اشتغل ايه التسعيره حلوه وايه البونص كويس، وبعد ما اشتغل واعمل ده كله اجي استنى الفلوس عشان تنزل لي. ما تنزليش الفلوس، ساعات بتتاخر، ساعات بيجي لك ان هي اتبعتت، بعد كده ما بتتبعتتش، بعد كده بتلاقيها رجعت تاني في التطبيق، بعد كده في ناس بيقول لك الفلوس بتنزل عليهم في السالب، في ناس بتقول لك الفلوس لحد دلوقتي ما نزلتش. من بدايه ما اشتغل لحد دلوقتي في مشاكل في التحويل. انا افتكرت الموضوع ده حصل في البدايه، ولكن اكتر من حد بعت لي على قصه التحويل دي. يعني اخر حد بص بعت لي كده، آه بيقول لي في مشكله التحويل دي مثلا. كابتن محمد، مساء الخير. انا اسمي ايهاب، وانا حاولت ابعت لك على الماسنجر رساله بس انت ما ردتش عليها، حضرتك ما تعرفنيش. بس انا كنت عايز استشيرك في حاجه بخصوص بولت، يعني عشان هم لسه جداد وكده، فكنت عايز اعرف منك بس يعني هل انت عندك مشكله في التحويلات من طرفهم ولا لا. انا لسه داخله ما فيش من اسبوعين وما تحوليش فلوس خالص لغايه دلوقتي. هما بيقول لا حولنا لك ومحددين لي تاريخ، كان يوم 29 بيقولوا كده، يعني 29/7 على فودافون، لكن الكلام ده رحت فودافون مفيش اي حاجه متحوله. فانا مش عارف اعمل ايه، لو تقدر تساعدني تفكر معايا ايه الحل. ولو تقدر تعرف كمان الفرع بتاعهم هنا في القاهره فين مكتبهم يبقى كتر خيرك. اسف لازعاجك وانت مش عارفني، بس انا I need your help، محتاجك جدا جدا. زي ما انت شايف كده، ده حد من كذا حد دخل بعت لي على مشكله بولت في التحويلات، وقال حاجه مهمه جدا. قال هو يا جماعه ما تعرف لهمش مقر هنا في القاهره؟ انت لسه شركه جديده، محدش يعرف عنك حاجه، مش شايفين دعايه ولا للكابتن ولا العميل بشكل قوي. كمان مفيش مقر للكباتن يحلوا مشاكلهم. اروح واحد زي ده عنده مشكله كبيره، مشكله في التحويلات، يعني انا فلوس اللي اشتغلت بيها اسبوعين ما وصلتليش، دي مشكله مش مشكله بسيطه. فاديني طريقه للتواصل تكون سهله لما يكون في حاجه زي كده. تعمل مقر، ده يكون يا جماعه مقر بولت. في اي مشكله زي كده في التحويلات تعالى ونشوف لك التحويل دوت ما وصلش ليه، او ايه اللي تم، او ايه اللي حصل. كمان كتطبيق بقى، المشاكل اللي هو فيه بتضايقني قصه ان هو بيجيب لك آه ان العميل مثلا رايح الحته الفلانيه، ما بيجيبلكش الخريطه كامله ويحدد لك هو هيروح فين بالظبط. لان طبعا زي ما انت عارف في عناوين ما بتكونش واضحه، يقول لك مثلا القاهره الجديده بس، فانت عايز تعرف فين في القاهره الجديده. في ناس ما بتعرفش تقرا انجليزي، بتبقى عايزه تشوف العميل هينزل فين على الخريطه. فالموضوع ده بصراحه بيستفزني في الشغل بتاعه. فمهم جدا ان هم يعالجوا مشكله التحويلات دي. طبعا هم الناس كتير خدوا فكره ان البرنامج ده فيه مشاكل في التحويلات فوقفت شغل على التطبيق. في ناس شغاله على التطبيق بشكل مستمر، والله بقول لك ان انا ما عنديش مشكله في التحويلات ده. ناس تانية ما بتحبش تشتغل على البرنامج بسبب زي ما قلت لك ان هو ما بيحددش واجهه العميل. فاحنا محتاجين نعرف الشركه دي اصلا تبع مين، ولا جايه منين، ولا فين مقرها، ولا هم شغالين ازاي. مفيش طريقه تواصل بينا تخلي الواحد يطمن للبرنامج. محتاجين ان هم يعدلوا شويه الاخطاء اللي عندهم دول، علشان الناس اللي وقفت شغل على البرنامج ترجع تشتغل عليه تاني. محتاج ان انت تقول لي رايك لو انت شغال على البرنامج ده، تقول لي هل فعلا انت شغال عليه ومناسب ليك والتحويلات بتوصل لك بشكل سليم، ولا واجهت مشكله في التحويلات ديت. اعمل لايك للفيديو ده،
شير الفيديو على اي منصه بتتكلم عن مجال النقل الذكي. السلام عليكم.